السلام عليكم. هذه رسالة موجهة إلى أعلى هرم في الدولة، إلى كل مسؤول، كل وزير، إلى كل صانع قرار، إلى النظام الجزائري بصفة عامة. افتحت 4 جامعات لتعليم اللغة الصينية، واحدة في الغرب واثنين في الوسط وواحدة في الشرق، وقمتم كذلك بفتح المدرسة العليا للطاقة المتجددة بالشرق الجزائري. السؤال المطروح، الجامعات نتاع الجنوب ما محلهم من الإعراب في هذه الدولة الجزائرية؟ والله نحن سكان الجنوب ما محلنا من الإعراب في هذه الدولة الجزائرية. إذا احنا مواطنين جزائريين وعندنا حق أعطوه لنا هذا الحق، وإذا احنا مناش مواطنين جزائريين قولوا لنا ما كمش مواطنين جزائريين. إذا كان طالبناكم يولي اللوم فينا. إلى متى تمارس علينا هذه السياسة، سياسة الإقصاء؟ إلى متى نهمش؟ حتى شبابنا سقفتوا لهم الطموح. وش معناها فاتحين 4 جامعات في الغرب وفي الشرق وفي الوسط، والجنوب هذا مطفين عليه الضوء تماما، مثل ما فتحت من تم تفتح منه بدراهم من الشيء اللي راك تدير فيه، بمال الارض اللي رانا واقفين فيها. الثروات، اقتصاد الجزائر مبني على ثروات الصحراء، لأن الصحراء الجزائر هذه أصلا بدون الصحراء لا تساوي شيء، لا تساوي شيء بدون هذا الصحراء. علاه قاعدين تمارسوا علينا في سياسة الإقصاء هذه، وقاعدين تعاملوا فينا بالتمييز العنصري؟ والله لأننا ما عندناش نفوذ في الدولة، ما عندناش جنرالات، ما عندناش صناع قرار، ما ناش مشاركينكم سياسيا، قاعدين تقصوا فينا. علاه منتقم منا؟ احنا أعداء الوطن، احنا أعداء الوطن، أعداء الجزائر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. راكم رايحين تدفعوا الناس للتمرد. الضغط هذا اللي راكم قاعدين تضغطوا فيه علينا راه يولد علينا، راه يولد لكم الانفجار. قلتها وقلناها من قبل، الجنوب هذا جزء من الحل، جزء من الحل، وإلا سيكون هو المشكلة غدا. زيدوا كملوا ودوا انتم الحقول تاع الطاقة الشمسية، وقدوة ما تجيبوها لناش للصحراء. ديروا الحقول تاع الطاقة الشمسية، ديروها في الشواطئ، ياك البحر فيه السخانة، ديروا الحقول تم. علاه تجيبوه لينا حنايا؟ ادوا كل شيء. علاه تجونا الصحراء وتجيب لي دير لي حقول تاع الطاقة الشمسية، ودائما ضد المركزية، تسيطروا على المركزية باش تولوا تتحكموا فينا هنا؟ وين العدالة الاجتماعية اللي يتكلم عليها بيان أول نوفمبر؟ راكم تقولوا باللي بيان أول نوفمبر هو اللي تتبنى عليه الدولة، لأن بيان أول نوفمبر يقول تتبنى الدولة بالمبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية. أين أنتم من بيان أول نوفمبر؟ بيان أول نوفمبر هذا بريء منكم، لأنكم حكمتم به الجزائر فقط، تستخدموها كرداء باش تخدعونا، ولكننا لسنا بالسذج حتى نخدع. مناش سذج حتى نخدع. إذا كان عندنا حق في هذه الجزائر عطوه لينا، عطوه لينا، لأننا خلاص صبرنا وتحملنا. لأنكم قاعدين تنهبوا فينا وتقصوا فينا وتهمشوا فينا باسم الوحدة الوطنية. ومن بعد إذا كان تكلم الإنسان تقولوا ليه أنتم انفصاليين، أنتم دعاة فتنة، أنتم ما تريدوش للجزائر الخير. فسرونا وش معناها هذه، فسرونا يا الشياطة والطبالة اللي عندنا هنا، فسرونا وش معناها 4 جامعات، واحدة في الغرب واثنين في الوسط وواحدة في الشرق، ومدرسة للطاقة المتجددة في الشرق، والجنوب مقصي تماما، مقصي تماما. فسروا هذا الشيء، فسروا لنا هذا الشيء، وش معناها هذا الشيء؟ ما عندناش حق احنا نتعلم اللغة الصينية؟ ما عندناش حق ندرسوا في المدرسة العليا للطاقة المتجددة؟ وإذا كان الناس خرجت واحتجت وقالت ودي رانا عايشين في تهميش وعايشين في إقصاء وعايشين في كذا، تقابلوهم بالرصاص. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونقول لكم يا سكان الصحراء، الرضوخ هذا والذل قسما بالله العلي العظيم لن يزيد الطين إلا بلة، لن يزيد. سيقوم حياتنا ستنتقل من السيء إلى الأسوأ. نعم، لأن هؤلاء العنصريين والجهويين ما همش يشوفوا فينا أصلا مواطنين جزائريين أبدا. حاشا الرجال من الجزائريين الشرفاء، حاشا الرجال، أما معظمهم قسما بالله هذه الصحراء هذه مجرد غنيمة حرب. نعم، مجرد غنيمة.